السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبون يمهل المسؤولين والجنرالات 24 ساعة لحل مشكلة المياه بعد احتجاجات غرب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تحب الجزائر وتريد توفير الماء لشرب، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيري الداخلية والري وإلى الجيش الجزائري وعلى رأسهم شنقريحة بوضع خطط عاجلة للقضاء على أزمة شح المياه وانقطاعها في ولاية تيارة ومناطق أخرى، وبدء بناء سدود على طول الحدود المغربية والجزائر الواقعة في شمال غرب البلاد. وشهدت الولاية مظاهرات واسعات خرج بها السكان احتجاجا على انقطاع المياه عنهم، خاصة مع حلول أجواء الصيف الحارة. وسارع المسؤولون لوضع خطط مستعجلة ليتم تنفيذها على الفور، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المظاهرات والمناشدات لإيجاد حل لهذه الأزمة. وذهب بعض المسؤولين الجزائريين والعسكريين: إنه أزمة الماء سببوها جار يوجد غرب الجزائر. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.